ما تيجي اقول لك هو فيرا مدرب الزمالك هيعمل ايه في الموسم الجديد بعد ما الصفقات كلها كملت معاه؟ يلا بينا، يلا يا معلم. خش. بص يا غالي، طبعا كده الزمالك النهارده جاب عديه دباغ خلاص وقفل الليله بتاعته. مش واقفه بس غير على الجناح اليمين اللي كل الناس خايفه منه. وكده كده الصفقه تمت. بص بقى يا باشا، فريرا مدرب الزمالك الجديد هيعمل ايه؟ وهيجيب الدوري ازاي وباقي البطولات وكمان يروح افريقيا الموسم اللي جاي. يلا. بص يا غالي، مبدئيا في حراسه المرمى محمد صبحي زي ما كلنا عارفين. طب هلعب قدامه اتنين. مين قدامه الاتنين؟ اسامه عبد المجيد ومحمد اسماعيل. خش على اليمين يا باشا عندك عمر جابر. خش على الشمال عندك بنتاي. تمام. هلعب قدامهم بمين؟ بمحمد شحات. تمام. هطلع قدام هحتاج اتنين صناع العاب. مين بقى الاتنين صناع العاب؟ معايا عبد الله السعيد ومعايا ناصر ماهر. وتالتهم بره احمد حمدي. طيب. هحتاج بقى هنا بقى فين بقى هنا بقى الجناح اليمين. الجناح اليمين يا باشا يبقى وين؟ ماتيوس اللاعب الياباني. ده خلاص بنسبة 90% خلاص تمت وجاي الزمالك عشان بس ما تدورش. وعلى الشمال مين؟ معاك شيكو بنزا ومعاك ادم الكايد ومعاك كمان احمد شريف. معاك ثلاثة. تمام. هتبدأ قول بشيكو بنزا. يبقى انت كده هو معاك شيكو بنزا. وعلى اليمين وين ماتيوس لاعب الياباني. ومعاك في الهجوم ما تفكرش عدي الدباغ. تمام. ومش بس كده، انت كده هترجع تاني عندك لورا تلاقي عمر جابر ومحمد شحاته عبد الله السعيد وناصر ماهر يفتحوا لهم مفاتيح لا عشان يسندوا لقدام ويزيدوا. معاك عدي الدباغ. ده مهاجم صريح. وبكده يا باشا يبقى المدرب بكل ده انت تطمن داخل الموسم الجديد وهو عارف هيعمل ايه. تلعب اتنين مساكين واتنين على الجناب قدامهم محمد شحاته قدامهم اتنين صناع العاب قدامهم واحد يمين وواحد شمال وبيلعب بمهاجم صريح. كده الزمالك ضمن الموسم الجديد هو يعمل ايه. استنى رايك.